أقسمت عليكم أيها المتفرجين زوارنا لأول مرة ومشتركين. أقسمت عليكم بعفركوش عفركوش أجيو تشوفوا اللي ما كتشوفوش. خبر بيب حاضرة معنا بركة اليوتيوب. جماعة لي قشاوشك وحيد من هنا يلا. هاد الفيديو راه ماشي ديال اللعب، الفيديو ديال اليوم الخوت ما غيكونش فيه مقدمات، واللي بغى يعرف اكثر في هذا الموضوع غادي نخلي لكم المراجع والكتب اللي بنيت على هذا الفيديو في فيسبوك والانستغرام. السحر والدجل والشعوذه جاو قبل الاسلام وقبل المسيحيه وقبل حتى اليهوديه وقبل ما يبدا التاريخ بالاف السنين. في هذا الفيديو جيت نقول لكم اجيو تشوفوا تاريخ السحر والدجل والشعوذه والحضارات والشعوب اللي تعاملوا بهم والسحر في الكتب السماويه وكيفيه انتشاره في العالم. شنو هو السحر والشعوذه بالضبط وكيفاش كيتموا وشنو هي الادوات اللي كتستعمل، كيفاش كيكون الساحر او السحار، الفرق بين السحر والشعوذه والدجل، وشنا هي المظاهر والطقوس ديالها. مشينا الخوت السلام عليكم. وبحال كيف كنقول ديما اي حاجه عندها قصه كيف بدات. غادي نرجعوا اللور 7000 سنه، يعني قبل ما يتزاد المسيح عليه السلام ب 5000 سنه، في واحد البلاصه في العراق وبالضبط جبال زاغروس اللي مليئه بالكهوف. كانوا كيسكنوا فيها واحد القوم كيتسموا السومريين، عايشين بثمار الاشجار ديال المنطقه وجذور النباتات والصيد. ومع مرور الوقت وملي اكتشفوا الزراعه رحلوا من الجبال في اتجاه السهول من اجل نظام عيش جديد، ولكن العيش في الاراضي المستويه عليه مخاطر وهجمات اما من الشعوب الاخرى او الحيوانات. داكشي علاش بناو المنازل والبيوت وكل ما يحتاجوه من اجل الاستقرار، خصوصا ان نهري دجله والفرات وفروا الماء للشرب والسقي، ولان الحاجه الاختراع الفيضانات علمتهم يصيبوا السدود والسواقي، وبالتالي كانت هذه بدايه اول حضاره في التاريخ وهي الحضاره السومريه او حضاره ما بين النهرين. دابا اي واحد من حقه يسولني واحد السؤال منطقي، اشنو علاقه هذا الشيء اللي قلنا بموضوع اللي قلنا ديال اليوم اللي هو السحر والدجل والشعوذه؟ كاينه بابل، المدينه اللي بناوها السومريين واللي غادا تسمى عليها الحضاره البابليه من بعد. عاشوا شعوبها بالطقوس وعبادات مليئه بالشعوذه بحال اللي عاشوا الشعوب اللي سبقتهم، وكان الكاهن او الساحر عنده شأن كبير، هو الطبيب والقاضي والحاكم المطلق والوسيط مع الآلهة. بالنسبه للناس اللي كيقولوا باللي السحر ما كاينش، الكتب السماويه كلها ذكرته، التوراة والانجيل والقران الكريم. وبما انني مسلم غادي نستشهد بالقران الكريم كيف وضح لنا ربي سبحانه وتعالى انه نزل الملكين هاروت وماروت في مدينه بابل باش يعلموا الناس السحر. وبالفعل هذا الشيء اللي كان، تعلموا الناس السحر واجتهدوا فيه ووضعوا ليه طرق وقواعد اللي صاروا عليها كل الشعوب من بعد، كنعانيين وهنود ومصريين واغريقيين واليهود. اليهود اللي كانوا كيتوارثوا السحر بين العائلات مع مرور الازمنه وانتشر معاهم كيف انتشروا في العالم. وتقدروا تلاحظوا ان كل الاراضي اللي عاشوا فيها اليهود منذ قرون عندها تاريخ في السحر والشعوذه، وماشي غير الدول العربيه، العالم كامل ابتداء من اوروبا. عاوتاني عندكم الحق تسولوا واحد السؤال منطقي، شنو هو اصلا هذا السحر والشعوذه؟ السحر هو استعانة بقوة أكثر من القوة الطبيعية، وإلا بغينا نقولوا قوى شيطانية من أجل التأثير على الهدف ماديا أو معنويا. وبلغة أخرى السحر هو اتفاق بين الشيطان والساحر يخلي هاد الساحر يوصل لأي حاجة بغاها، وهذا الشيء كيتم بواسطة طقوس وتعويذات وقلادات أو حجابات واستخدام ظروف الطبيعة. ومن جهة أخرى الساحر ملزم بموجب اتفاقه مع الشيطان أنه يقوم ببعض الأعمال لصالح الشيطان، وقد ما ترفع شأن الساحر كيتزادوا الخدمات والأعمال المقدمة للشيطان. تطلب منه عمل ما،
فيحاكي خدامه أو اللي يستخدمونه بالأحرى وليس خدامه، يقول لهم عندي كذا كذا، فممكن يقول له نعم جيب كذا كذا وخلي مدادها يعني الشيء الذي يكتب فيه مثل الحبر، يعني ممكن عفوا من الكلام بس لازم نوضح، غائط منقوع أو بول أو دم الحائض أو يقول له اغتسل بخمر وصلي في كنيسة أو في جامع. كل هذه الأمور واردة، هذه طلبات الشياطين. نعم طلب، هذا ما يطلب الشيطان، بنفذ طلبات بتنفذ طلباته. أنا بالنسبة لي بتنفذ طلبات الشيطان نعم أو لا؟ إن كان ليه متردد بالجواب نعم أو لا؟ عفوا إذا كان فلان غير قادر أنا قطعتني بكلمة، قلت لك هذا العلم يعتمد على شغلة، إن لم تكن مخدوم نعم. إن لم تكن مخدوم فلا تكن خادم. احتاجوا الناس من زمان باش يسيطروا على الأوضاع ويجعلوها في صالحهم، والسحر كان هو السلاح، وباقي لحد الآن عند الناس اللي كيتعاملوا به هو طريقتهم باش يحققوا الظروف اللي بغاو. في هاد الزمان الساحر عنده أسماء وصفات كتيرة على حسب كل بلاد، كاين اللي كيسميه مولانا وكاين اللي كيقول الشيخ أو الفقيه، وهي أسماء اللي كتبين القيمة والاحترام اللي خداهم في الثقافات الشعبية. وإلا بغينا نضيفو نقولوا أن حتى التجارة باللباس الديني كتزيد الثقة، وفي الغالب كيكون هذا الفقيه إلا بغينا نقولوا بين قوسين لابس الثوب الوقار والالتزام والاتزان مع عموم الناس، إلا مع ساحر أو مشعوذ آخر بحاله كيكون قدامه ساحر بمعناه الصحيح، وكيستعملوا في أعمالهم السحرية كلام غير مفهوم وطلاسيم ورسومات خاصة. والسحر الأسود كيتعتبر أخطر الأنواع، يقدر يقتل أو يفرق بين الناس أو أمور أخرى أخطر وأخطر. وكل أنواع السحر هي ضمن مظاهر وطقوس الشعوذة، بحال تقديس النجوم والأبراج والإيمان بها والتبرك بالأضرحة وتقديم الهدايا والقرابين للجن والشيطان، بالإضافة للتفسيخ أو الفاسوخ يعني استخدام البخور لطرد العين والسحر. ومن مظاهر الشعوذة أيضا استخدام عظام جثث أو حيوانات أو أشياء خاصة بالأشخاص اللي غيكونوا ضحايا للشعوذة. وأما الدجل فهو نصب واحتيال بامتياز، ولا علاقة له لا بالجن ولا بالسحر، هو بيع الأوهام والاعتماد على تفاعلات باش يوهم الضحية ويخليه في واحد الحالة ديال الانبهار من داكشي اللي كيشوف. حدوث الحمل متوقف على حالة القمر لحظة ميلادك يا هانم. ميلادي أنا؟ شور، إذا كان ميلادك حصل وقت اكتمال البدر فإن أعلى احتمالات الحمل عندك تبقى وقت اكتمال البدر. القمر له تأثير كبير على حياتنا. طمن. وانا كنشوف باللي اقوى سحر هو سحر الاخلاق والكلام الزين والابتسام. والله يرحم واحد الراجل قال لي في واحد النهار اولدي الفم اللي يقول الزمر يقول التمر. شحال من واحد فقد شي حوايج ماشي بسبب السحر، وانما تعامله مع الشيء اللي فقدو ما كانش في المستوى باش يحافظ عليه، وشحال من واحد ربح حوايج بزاف بسبب تصرفاته وتعامله الجميل. وبخصوص السحر عند العيالات، عندنا في الموروث الشعبي المغربي كنقولوا المراه اللحلاحه احسن من السحاره، وكتلقى اي حاجه تاني كيسبيوها في السحر، حتى المرض. كاينين الناس عوض ما يسبقوا الطبيب ويديروا الكشوفات اللازمه كيقولوا انا مسحور ويمشي عند الفقيه. في هذا الباب بغيت نفتح واحد القوس على حالات الصرع اللي الناس كيسحب لهم راي بسبب الجن، بينما فيها حالات طبيه محضه، وقدر العلم يبين بانها خلل في نقل الاشارات الكهربائيه في الدماغ. الكل متفق ان السحر والشعوذه هما شر، والشر جزء من الحياه بحالو بحال الخير. وكيف كنبغيو قوى الخير تكون الاقوى، كاينين اللي كيبغيو قوى الشر تكون هي الاقوى. ومادام صراع الخير والشر باقي فالسحر والشعوذه باقين. وانت اخويا ولا انت اختي،
الا كنتي اول مره تفرج معنا اشترك في القناه وفعل هذا الجرس اللي غيعلمكم ملي ينزل شي فيديو جديد، وإلا لقيتي فيه معلومات مفيده بارطاجيها مع صحابك. وبين ما نزل الفيديو الجاي نتلاقاو يوميا في الانستغرام والفيسبوك. اللي بغى يشوف حوايج اخرى من هذه او لا هذه، واللي بغى يشترك من هذه. السلام عليكم.